تخيل تكتشف باب سري صغير في بيتك الجديد يوديك لعالم تاني، نسخة طبق الأصل من العالم بتاعك، بس الأكل فيه أطعم بكتير وكل حاجة فيه أجمل وماشية كأنها مثالية، بس بشرط واحد بيرعب الكل، إنك تسيبهم يخيطوا الزراير بدل عينيك اللي بتشوف بيها علشان تفضل هناك للأبد، وده بيكون شرطهم الوحيد. أهلا بيكم في حكاية جديدة من حكايات روما. تعالوا نكتشف مع بعض السر المرعب اللي ورا باب بطلتنا الصغيرة. بتبدأ حكاية النهاردة مع البنت الشقية والذكية كارولين. عزلت مع باباها ومامتها البيت قديم وكئيب ومقسوم شقق اسمه شقق الورديات الخمسة. المشكلة ان الاب والام مشغولين جدا طول الوقت في شغلهم على الكمبيوتر بتأليف بقى دليل النباتات، وما عندهمش اي وقت يتكلموا مع كارولين او يلعبوا معاها. كارولين حاسة بملل قاتل وبتبدأ تتحرك في البيت علشان تكتشف المكان وبتفضل تسجل في الورقة والقلم الاشياء اللي بتلاقيها مملة، وبتبقى مفيش حاجة عجباها خالص. وهي بقى بتستكشف الجنينة كده بتقابل ولد من الجيران اسمه وايب ومعاه قط اسود مشرد. وايب بيدي كارولين هدية غريبة جدا لقاها في صندوق عند جدته، بتكون دمية قماش شكلها نسخة طبق الأصل من كارولين ولابسة نفس الجاكيت الأصفر بتاعها، ولكن الفرق الوحيد ما بينهم إن عين الدمية دي معمول من زراير سودا وبيبقى شكلها مش لطيف بالنسبة لكارولين. وبترجع كارولين البيت ومعاها الدمية وبتبدأ تمشي بيها في البيت وبتبقى حاسة بملل ومش لاقي حاجة تعملها. وهي بتقلب كده في الصالة بتلاحظ وجود باب صغير جدا في الحيطة ومتغطي بورق حائط، وبتطلب من مامتها ساعتها بفضول كبير انها تفتحه لها. فمامتها بتجيب المفتاح الاسود الصغير اللي على شكل علامة زراير وبتفتح لها الباب. بس المفاجأة ان كارولين بتتصدم لما بتلاقي وراه سد معمول من الحجر وما بيكونش مودع على اي مكان. فبتتضايق كارولين جدا وبتفتكر ان الموضوع مجرد انسداد في الحيطة. واثناء ما كارولين نايمة كده في سريرها في امان الله بتصحى على صوت فيران بتجري حواليها، فبتقوم من على السرير وبتمشي وراهم ببطء وبتشوفهم داخلين من نفس الباب الصغير ولا جايين منين بالظبط. ولما بتروح تفتحه بنفسها بتتفاجئ ان السد الحجري اختفى تماما وبقى بداله النفق سري معمول من القماش وطويل جدا وبيودي على باب شبهه كده وبينور بألوان وردية وبنفسجية كأنها جاية من الخيال. فبتزحف كارولين جوه النفق الخيالي ده وهي مبهورة وخايفة في نفس الوقت لحد ما بتطلع من الناحية التانية وبتتفاجئ انها خرجت في صالة بيتها بالظبط، بس المكان دافي والمطبخ منور وريحة الاكل فيه تحفة وبتكون بتشهي جدا. وبتسمع صوت دندنة في المطبخ وبتروح تشوف مين اللي واقف كده، فبتلاقي ست واقفة ومديالها ظهرها وبتكون شبه مامتها الحقيقية بالظبط. بس لما بتلف بتكتشف كارولين فرق واحد مرعب ومريب جدا، وهي ان عينيها عبارة عن زراير سودا كبيرة ومتخيطة. فبتستقبلها الست بابتسامة دافية وحنونة جدا وبتقول لها انا امك التانية يا كارولين، تعالي هنا وما تخافيش. وبيجي ابوها التاني وهو بيلعب على البيانو بابتسامة والبيت كله بيبقى مليان بهجة والدلع، وبيقدموا لها عشاء شهي جدا من الفراخ المحمرة والبطاطس والمشروبات اللي بتحبها من غير بقى كالوري ومن غير اكل صحي. كل ما بتشتهي الحاجة بتلاقيها قدامها لحد ما بياخدوها لسريرها في العالم التاني وهي طايرة من الفرحة وامنيتها كلها بتتحقق في البيت وبتنام. ولكن لما بتصحى الصبح بتتفاجئ انها رجعت لسريرها في عالمها الحقيقي والكئيب. فبتبدأ كارولين تزور العالم التاني كل ليلة لما يناموا اهلها، وكل ليلة بتبهرها الام التانية بحاجة جديدة. الزيارة الاولى بتبهرها بالاكل اللذيذ والاهتمام والدلع اللي فقداه من اهلها الحقيقيين، وفي الزيارة التانية بتشوف جيرانها العواجيز وهما بيعملوا لها عرض سيرك سحري ومبهج جدا للكلاب. اما الزيارة التالتة بقى الاب التاني بياخدها في جولة حديقة مليانة زهور عملاقة مرسومة على شكل وش كارولين وبتضيء في الضلمة. كل حاجة في العالم ده مصنوعة مخصوص علشان تسعد بطلتنا وتخليها تتعلق بالمكان اكتر وتنسى حياتها الحقيقية. حتى وايب كصديقها في العالم معمول ما بيتكلمش خالص علشان كارولين ما تتضايقش من كلامه الكتير زي ما بيعمل في العالم بتاعها الحقيقي. وفي الليلة الرابعة وبعد عشاء خرافي بتقعد الام التانية والاب التاني مع كارولين بابتسامة
وبيطلعوا لها في الوقت ده صندوق صغير جدا، ولما بتفتحه بطلتنا بتلاقي جواه زراير سودا كبيرة ومقص وإبرة وخيط، وبتقول لها الأم التانية بحب مزيف وشديد علشان تفضلي معانا هنا للأبد وتعيشي الحياة الحلوة دي. فاضل خطوة صغيرة بس، وهي إن احنا هنخيط الزراير دي مكان عينيكي يا حلوة. فبتتخض كارولين وبتترعب جدا وبترفض تماما وبتقول لهم إنها عايزة تنام وترجع بيتها فورا. فبتبدأ ملامح الأم التانية بتتغير وتتحول لحدة وشراسة، وتروح كارولين لسريرها وبتحاول تنام علشان تصحى في عالمها زي ما بتعمل كل مرة، بس بتكتشف إن السحر مش شغال وهي لسه محبوسة وبتحاول تجري على الباب السري علشان تهرب. فبتطلع لها الأم التانية وبتتحول لكائن طويل وشرير وشبه العنكبوت، وبتبدأ تفهمها حكايتها إن هي عايزاها تفضل موجودة وتحبسها معاها جوه السجن الضلمة زي ما عملت مع الأطفال اللي قبلها. فبتقابل كارولين أرواح 3 أطفال من أزمنة مختلفة، شكلهم شاحب وعينهم مخيطة زراير، وبيحكوا لها الأطفال الحقيقة المرعبة إن الست دي مش أمك، دي ساحرة شريرة اسمها بلدام بتستدرج الأطفال اللي حاسين بملل وبتغيرهم بالهدايا والألعاب والأكل، ولما بيوافقوا يخيطوا الزراير بتاكل أرواحهم وبتحبسهم في المكان المرعب ده، وبيوعدوها إنهم هيساعدوها لو قدرت تجيب عينهم المفقودة اللي هي الكرات السحرية اللي الساحرة خبتها في أماكن مختلفة في العالم التاني علشان أرواحهم تتحرر وتطير للسما. فبيظهر القط الأسود اللي كان في عالمها الحقيقي بس في العالم التاني بيقدر يتكلم، وبيساعد كارولين إنها تطلع من السجن من خلال الممر الحجري، وبينصحها القط إن الساحرة بتحب الألعاب والرهانات والعدالة المزيفة وده منفذها الوحيد. فبتروح بطلتنا تحبس شجاعتها وبتقف قدام الساحرة وبتتحداها في لعبة البحث عن الأشياء المفقودة، ولو هي لقت أرواح الأطفال ال3 وباباها ومامتها الحقيقيين اللي اختفوا في كرة زجاجية الساحرة تسيبهم كلهم يمشوا بسلام، ولو خسرت كارولين تسلم نفسها للساحرة وتخيط الزراير في عينيها. فبتتفاجئ الساحرة من شجاعتها وبتوافق بغرور كبير وبتبدأ اللعبة فورا. فبتبدأ كارولين تدور في العالم التاني اللي بدأ يتفكك وينهار ويتحول لأشكال خشبية ورمادية باهتة. الروح الأولى بتلاقيها جوه حشرة عند الأب التاني اللي الساحرة بتتحكم فيه كدمية رخيصة، وبيحاول يحمي كارولين ولكن الساحرة بتخليه يهاجمها قبل ما يغرق في المية وبتنقذ كارولين الكرة الأولى. أما الروح التانية فبتلاقيها جوه فيران كتير قوي في المكان اللي بيكون فيه العواجيز ولكن بيكونوا اتحولوا لمخلوقات حجرية مرعبة ومطبوقة على بعض. أما الروح التالتة فبتلاقيها جوه كورة في السيرك المهجور اللي اتملى بفيران وبقى مرعب، وبذكائها وشجاعتها ومع مساعدة حجر صحي مخروم اداهولها الجيران الحقيقيين بتجمع كارولين الأرواح ال3. فبترجع كارولين للغرفة الرئيسية وبتكتشف إن الساحرة خبت باباها ومامتها الحقيقيين جوه كرة تلجية زجاجية ومحطوطة على الرف العالم التاني، والعالم التاني بينهار تماما وبيتحول لأرضية شبكة عنكبوت عملاقة من الحديد والأسلاك، وبتظهر الساحرة بشكلها الحقيقي والمرعب هيكل حاد مصنوع من الإبر ومفاصل السيراميك شبه العنكبوت القاتل. وبتخدع كارولين الساحرة وبتقول لها أنا عارفة إنك خبيتي بابا وماما فين، أكيد ورا الباب الصغير. فبتجري الساحرة بغرور وبتفتخر بذكائها وبتفتح الباب بالمفتاح الأسود علشان تثبت لها إنهم مش هناك، وفي اللحظة دي بترمي كارولين القط الأسود على وش الساحرة علشان يخربش عينيها اللي معمولة من الزراير، وبتخطف كارولين الكرة الزجاجية وبتجري بسرعة وبتعدي من الباب الصغير وبتقفل الباب بكل قوتها وبتكسر صوابع الساحرة اللي كانت ماسكة في الباب. وبعد المشوار ده كله بتصحى كارولين في العالم بتاعها الحقيقي وبتلاقي كرة التلج اتكسرت وباباها ومامتها رجعوا ومفكرين يا عيني انهم كانوا في رحلة بيتسوقوا فيها ومش اكتر، ومش فاكرين اي حاجة عن الساحرة او انهم كانوا محتجزين اصلا. ولكن الخطر ما بيخلصش، ايد الساحرة المقطوعة اللي شبه الحديد دي تسللت للعالم الحقيقي وبتحاول تسرق المفتاح الاسود تاني علشان تفتح الباب وترجع الساحرة. فبتجتمع كورين مع القط وجارها وايبك الحقيقي وبيروحوا جري عند البئر القديم العميق جدا في المزرعة، وبمساعدة جارها بيربطوا ايد الساحرة بالحجر التقيل وبيرموها هي والمفتاح في قاع البئر وبيقفلوها بفرش الحديد للأبد. وبتنتهي القصة بحفلة جميلة في الجنينة المشرقة بيجمع فيها كل الجيران
وبتساعد كارولين باباها ومامتها بابتسامة وهي مقدرة قيمة عيلتها وحياتها الحقيقية. ودلوقتي حابة اقول لكم على نصيحة حلوة اتعلمناها من القصة اللذيذة دي. مش كل حاجة بتلمع وبتشكل حلو من بره تبقى خير لينا. العيلة والاهتمام الحقيقي ممكن يكونوا مشغولين اوقات، بس حبهم صادق وحقيقي. اياك تنخدع بالظاهر او بالوعود السهلة اللي شكلها حلو، لان القناعة ورضاك باللي عندك هم السور اللي بيحميك من اي استغلال. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس الجميل علشان يوصل لكم كل جديد من حكايات روما، واشوفكم في حكاية جديدة. سلام.